أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. قبل ما أقول عنوان الحلقة حابة كده أتكلم معاكم في نقطة. سمعتوا كلكم عن الحادثة اللي حصلت بتاعة الست وقاعدة هي وبنتها في كافيه، كانوا بيشربوا مع بعض حاجة ودخل عليهم شوية شباب حلوين من ثانوي مدرسة انترناشونال، قعدوا يهزروا مع بعض، المية جت عليها، الموضوع تطور لدرجة إن حصل تراشق بالألفاظ ومد إيد من البنت بتاعت ثانوي أو بنات ثانوي اللي هم من مدرسة انترناشونال. مش هتكلم في الكيسة دي، بس أنا هتكلم إن أنا ملاحظة الشباب معظمه بقى بيتعامل بطريقة فيها شوية عجرفة، فيها شوية مصطلحات غير لائقة. يعني برضو سمعت واحدة كانت بتكلم والدتها، كانت قاعدة معانا كده في جروب مامز، قاعدة بتكلم والدتها، كلمتها بطريقة اللي هو بتكلم واحدة صغيرة، بتكلم عيلة، بتكلمها بطريقة ايه انا مش قلتلك، وبتكلمها بطريقة شديدة قوي. الموضوع ملاحظ ان الاسلوب والطريقة في التعامل مع بعض ومع الاصغر منا ومع الاكبر منا ومع اللي منا ده وحش جدا. طيب، هو انا عايزة ايه؟ هو انا النهارده حلقتي مش ان انا هلوم الناس دي ولا هلوم تربيتهم، انا هقول لك شويه حاجات مجمعه من بعض الخبرات، شويه حاجات مجمعه من علم النفس، ازاي تبقى جامد وتتعامل بطريقه جامده بس في حدود اخلاقك وفي حدود تربيتك الكويسه. اول حاجه عشان تبقى جامد وليك هيبه، ما تسمحش لحد وانتوا بتهزروا مع بعض شويه اصحاب وات ايفر مين، ما يبقاش فيه هزار بالإيد، سواء بنت أو ولد، لأن الهزار بالإيد بيتحول إلى هزار بوابين. دايما كنا نقولها واحنا صغيرين كده، لما حد يهزر معانا بالإيد نقوله ده هزار بوابين، لأن الهزار بالإيد بيقلل منك، بيقلل من قيمتك. في ناس لما مع الوقت بتسمح إن أنا حد يتطاول عليا بالإيد أو يهزر معايا بالإيد، فأنا في نظره هبقى ملطشة، أنا آسفة في اللفظ. فعشان كده لما يبقى فيه هزار، امنع الهزار بالإيد، سواء من الجانب بتاعك انت او من الجانب الاخر. حاجة تاني بتعمل لك هيبة، لبسك ستايلك. بمعنى في لبس، اللبس ده دايما بيتكلم عن صاحبه. بمعنى لو انت شفت واحد لابس بدلة هتقول اه ده مدير، ده شغال كده حاجة في مكتب محترم، لابس فورمال. لو شفت واحد هدومه فيها شحم خفيف كده ووشه فيه شحم، تقول اه ده بيشتغل في تصليح العربيات، بيشتغل في مصانع. طيب، هل انت معناه قصدك ان انا لبسي يبقى دايما واو وبراندات؟ لا، انا هنا مش بتكلم عن اللبس الغالي، انا بتكلم عن اللبس المنسق والنضيف. خلي بالك انت ممكن تجيب من وكالة البلح بس لبسك يبقى شيك ومنمق. مش معنى ان انا اعرف اوفق اللبس والالوان واللبس اللي يناسب جسمي ويناسب ثقافتي ويناسب بيئتي ويناسب انا. يعني انا بشوف مثلا امهات لبسها لبس بنات صغيره، بشوف مثلا بنات بيكبروا نفسهم بالعافيه. فلا، اللبس يكون شبهك، سنك، شغلتك، برستيجك، اخلاقك، مش اوفر ولا يكون مبهرج ولا تكون الالوان الاوفر. لا، لبس يبقى منمق وبسيط احسن 100 مره من لبس يعني انا بشوف لبس غير مناسب خالص لصاحب الشخصيه. يعني تبقى امهات كبيره، وده اللي مضايقني، ده بيخلي برضو بيدي نظره للي قدامك غير صحيحة. يعني أنا بقراك غلط من لبسك وده مش صح. كمان لو عايز تبقى جامد وليك هيبة فعلا، ما تسمحش لحد يستفزك. بمعنى في ناس وبالذات في الانطباعات الأولى مع التعامل مع أي شخصية بيحاول يستفزك عشان يشوف اللي جواك، لأن الإنسان بيبان وقت الغضب. فأنت لو استفزيت أنت كده هتقلل من مستواك، هتنزله وهتعمل راسك براسه، وده بيقلل منك. فأنت لما تيجي تخش في مشكلة، خش في مشكلة تستحق إن أنا أخش فيها. لأن إحنا ساعات زي الموقف بتاع القصة بتاعت الكافيه، أنا دلوقتي بنت
اللي هي بتاعت ثانوي اللي حصل معاها الموقف، كانت ممكن تقول ام سوري وخلاص انا اسفه وخلاص، او مثلا تقول كان موقف وعدى وخلاص تقفل على القصه. لكن لا، الموضوع يعني افور زياده عن اللزوم. هي دخلت في مشكله، اولا عيب، ما ينفعش، وقللت من نفسها. لو انت ست ما تخشيش في خناقه مع راجل او مع عيل صغير. لو انت راجل ما تخشش في خناقه مع ست، او اوعى تخش في خناقه مع حد اكبر منك زي الموقف اللي لسه بنحكي عليه، لان انت كده بتقلل من نفسك. عيب لما تعمل عقلك بعقل عيل صغير، او عيب ان انت ترفع صوتك في راجل اكبر منك او حد اكبر منك في السن. ده اللي احنا اتربينا عليه. فما ينفعش اقلل من نفسي وان انا اخش خناقه او مشكله مع حد انا هيتحسب عليا ان انا غلط. كمان لو انت عايز تبقى جامد وجامد قوي، ما تقارنش نفسك بحد. دلوقتي بقيت بحس ان في ناس بقت شبه بعض، الناس كده ايه، نفس اللبس ونفس الستايل ونفس التصرفات ونفس الالفاظ ونفس الكلام اللي بيطلعوه. امال انا اقارن نفسي بمين؟ ما انا عايش في مجتمع. يوم ما تقارن نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك، لان الحاجة الوحيدة اللي تستحق ان انت تقارن بيها هي نفسك. يعني هل انا النهاردة احسن من امبارح؟ هل بكرة هبقى احسن من النهاردة ولا لا؟ تاني حاجة، بلاش تعيش دور المصلح الاجتماعي، عشان ده بيقلل منك. بمعنى، لو انا عشت بقى ايه من غير ما حد يسألني، هعمل اتبرع بقى واعمل نفسي انا الجامد، واروح اقول له رأيي وانا رأيي كذا 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 وانت تعمل كذا كذا، واقعد احشر نفسي في حياة الناس. لا، خلي عندك هيبة. استنى الناس هم اللي يتصلوا بيا ويقولوا لي انا عايزه اخد رايك في حاجه، حابب اسمع خبرتك في الموضوع ده. لكن ان انت تروح تفرض على الناس قرارك او رايك، ده بيقلل منك وبيقلل من هيبتك. عايز تبقى جامد بقى، جامد 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 جامد، اسمع اكتر ما تتكلم. بمعنى، ربنا عطى الانسان 2 ودان وبق واحد عشان يسمع اكتر من يتكلم. لو انت قاعد في قاعده ما تتكلمش كتير، اسمع. اسمع عشان تقدر تقرا اللي قدامك وتفهمه، لان كتر الكلام الناس بتزهق منه مش بتطيقه. ده بيقلل منك وبيقلل من هيبتك. واحد رطاط، الناس اصلا بتقرا قعده الشخصيه اللي بتاخد الجو كده عليها، وبتعمل ما بتعملش للناس احترام في القعده. فحاول ما تكترش في الكلام، ما تبقاش شكاي. الناس ما بتحبش الشكاين، الناس بتحب الشخصيه اللي محافظة على نفسها. عاملة زي ايه؟ زي الكتاب المقفول. الناس بتبقى هتتجن وعايزة تعرفه، على عكس الكتاب المفتوح محدش بيقرب منه. متبقاش شكاي، خلي الناس هي اللي تجري عليك وعايزة تعرف اخبارك وتطمن عليك. اوعى تكون دل. يعني ايه دل؟ في ناس تحب كده تحتمي في حد تستخبى فيها عشان ما تبانش، عشان هي ضعيفة. اوعى تكون الشخصية دي. الناس ما بيحبوش الظل، سوري يعني بيتعاملوا معاه كأنه بطيخة. الناس تحب الشخصية القوية اللي هي تحتمي فيها، الناس اللي عاملة زي ظهر، زي السند زي ما بيقولوا. لكن الشخصية بتاعت الظل دي محدش بيحبها. لو انت عايز تبقى ليك هيبة، يا تقعد لوحدك، لكن اوعى تبقى ظل. يا ريت بلاش تضحك كتير. في ناس كده تلاقي دايما في وسط كلامها تضحك، طول ما قاعدة تضحك. دي غير الشخصية المبتسمة، عشان في فرق كبير من المبتسم والشخصية اللي ماشية زي ما بيقولوا كده ايه، عمالة تضحك على نفسها. لا، الشخصية دي بتقلل من نفسها ومن هيبتها. عشان كده خليك تقيل دايما. الناس يحبوا الشخصية التقيلة، مش الخفيفة، مش اللي بيتكلم ياما ولا يهزر ياما ولا يضحك ياما. يا صديقي، في نهاية الحلقة أحب أقولك إن الجامد مش بأسلوبه الوحش، ولا بالزعيق ولا بالهزار ولا بالصوت العالي. بالعكس، الجامد هو اللي أخلاقه حلوة، الشخصية القوية الناضجة اللي بتعرف تحمي وتضلل على اللي حواليها، الشخصية المحترمة التقيلة
سواء بنت أو ولد، سواء راجل أو ست، مهما كان سنك. خليك عارف المعايير الصح للتعامل مع الحياة. في الأول هتلاقي الناس بتنتقدك، بس في الآخر هتبقى محافظ على هيبتك قدام نفسك وقدام اللي حواليك. بصراحة الناس عارفة كويس قوي مين المحترم اللي ليه هبة، مين اللي بيقل بنفسه بالشتيمة والألفاظ والأسلوب الوحش.